كانت السيدة زينب رضي الله عنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تربت في بيت النبوة، حيث شبت على الخلق الحسن والإيمان الراسخ. كان لها دورا كبيرا في دعم الإسلام في أيامه الأول. السيدة زينب تزوجت من أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهو ابن خالتها. وقد وقعت أحداث مثيرة حول علاقتهما، خاصة حين خرجت في هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة، بينما بقي زوجها في مكة بسبب عدم إسلامه في البداية. في يوم من الأيام، أتى الخبر إلى المدينة المنورة بأن أبا العاص وقع أسيرا في يد المسلمين بسبب غزوة بدر، وبعثت السيدة زينب قلادتها التي كانت أهداها إياها والدتها خديجة رضي الله عنها لفدية زوجها الأسير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تأثر بشدة وشعر بالحنين، فطلب من المسلمين أن يطلقوا سراح أبي العاص بشرط أن يترك المدينة ويعود إلى مكة ويعيد مال السيدة زينب. وبعد سنوات، أسلم أبو العاص رضي الله عنه ورجع إلى المدينة ليعيش مع زوجته السيدة زينب. كانت السيدة زينب مثالا على المرأة المسلمة المخلصة لزوجها، الصابرة، القوية في إيمانها. خاتمة هذه القصة تعلمنا عن القوة والتضحية في الحب، ودور المرأة في نشر الإسلام والإخلاص للقيم والمبادئ العائلية.